سعيدين جدا والله. الله يبارك فيكم. قامة طيبة وذكرتوها من مركز عمران إلى البرامج كلها إلى سمعتها وإلى دورها كان في نصرة الشعب السوري. ربنا يتقبل يا رب. فيه شق اللي هو الغير الربحي ويتمثل في برنامج دلني، وعندنا شق ثاني اللي هو معني بجلب الاستثمار من الخارج، واسم ذلك البرنامج تستثمر في سوريا. هذول 3 برامج أو 3 مسارات اللي هم لهم فائدة مباشرة للمستفيدين وللناس. الألغام، في ألغام منتشرة بحقول نظامية، هاي مشكلتها سهلة، لكن للأسف 70% من الألغام هي عشوائية وأيضا خطرة مشركة، يعني في نوع من الألغام مشرك يكون. لكن الناس يأسانة بصراحة، شلون كانت عايشة الناس بمعدل $20 كحد أعلى للعائلة وليس للفرد. مسألة التعليم هي للأمانة مهمة جدا، يعني التعليم عندنا سيء جدا من نواحي المدارس والأبنية المدرسية، بما في مبنى التربية، مباني المجمعات التربوية أغلبها دمر لأنه كانت مراكز عسكرية ومقرات. بعد الدمار هي مسألة الجسور. الجسور استراتيجية، يعني هي إمكانيات دول كما تعلم أستاذنا الحبيب. الجسور دير الزور دمرت تماما.